بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة. أنا لا 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 أنا ومعانا ومعاكم فيلم الأكشن والإثارة، فيلم أرتكل 15. عايزك تتحمس معايا ويلا بينا يا باشا. فيلمنا بيتكلم عن قصة حقيقية حصلت في قرية في الهند، حصل فيها اغتصاب وقتل. وبيبدأ فيلمنا بمشهد افتتاحي في قرية بسيطة من قرى الهند، وكان في حفلة وبيظهر أتوبيس كان فيه بنتين محبوسين جواه، باين عليهم إن حد اعتدى عليهم وكمان اغتصبهم. وبنروح لمشهد تاني بيظهر فيه إيان ضابط الشرطة في عربيته وهو رايح مكتبه الجديد لقرية بعيدة عن المدينة، وأثناء طريقه بيعدي على قرية فقيرة جدا وبيقول للسواق انزل اشتري لي زيت مية معدنية، فبيرد عليه السواق يقول له هنا المية معدية مش معدنية يا باشا. لكن أيان بيصمم إنه ينزل يجيب المية من المكان ده، وبيكملوا طريقهم وبيوصل أيان للاسم بتاعه وبيتعرف على الضباط هناك وبيكونوا منضبطين ومحترمين جدا. ده اللي هو شافه يعني. وبيتعرف ايان على الخدامة اللي تخدمه في البيت بتاعه، وبيتعرف كمان على انشو هاريا، ده مسؤول التصليحات في المكاتب والطرق في المكان. وفي نفس اليوم بالليل مشرف القسم بيعمل له حفلة استقبال عشان يرحب بيه. وبعدين بيشوف ساتيندرا، وده كان صاحبه ايام الاعدادي، وبياخد باله ان ساتيندرا كان متوتر ومش على بعضه. وبيقطع جو الاحتفال. عيلة جايين يبلغوا عن اختفاء 3 من بناتهم، بس الاسم ياخدش شكوتهم بجدية لأنهم فقراء. وأيان واقف مستغرب كل حاجة في القرية من ساعة ما جه. وبينام إيان وبيصحى على مصيبة في القرية، ويروح بسرعة عشان يشوف ايه اللي حصل. يلاقي بنتين من ال3 بنات مشنوقين على الشجرة، والبنت التالتة لسه مفقودة. وبيسمع إشاعات إن البنتين دول كانوا ألوان أو شواذ يعني. وبعد كده بينزل الجثتين وبياخدوهم للمشرحة. وبيمشي أيان وبيكلم حبيبته أديلي يحكي لها اللي حصل، ومش مصدق البشاعة وإنهم بنتين ما كملوش ال15 سنة. فبترد عليه أديلي عشان تقوله إن المناطق اللي زي دي بيحصل فيها جرائم اغتصاب كتير، وبيزوروها على إنها جرائم دفاع عن الشرف، خد بالك. وفعلا بيقوم ضباط الشرطة بيكلموا الصحافة يقولوا لهم إن الجريمة كانت دفاع عن الشرف. لكن ايان ما يدخلش عليه الحكاوي دي كلها، وبيروح لاهل البنتين اللي اتقتلوا ويحقق معاهم كمان. لكن اهل البنتين بيقولوا لايان ان الناس عايزه تلبسنا تهمه ان احنا اللي قتلناهم. وبيقولوا له انهم اشتكوا الاسم لكن محدش عبرهم وخدهم على محمل الجد. وبيقولوا لايان ان لسه في بنت مفقوده ولازم تدور عليها قبل ما تموت هي كمان. وبيقول لهم ايان ان الجثث في المشرحه وهنستنى تقارير الطبيب الشرعي ونشوف هيحصل ايه بعد كده. وبيروح ايان الاسم وبيقول للضباط اللي معاه انهم يدوروا كويس عن البنت المفقوده. وبعدين بيرن ايان على صاحبه ساتندرا لكن مش بيرد عليه، فيبعت له عسكري لبيته. لكن مراته تقول له ان ساتندرا خرج من الصبح وما رجعش، وهي ما تعرفش هو راح فين. في الوقت ده واحد من الضباط بيروح المستشفى ويهدد دكاترة الطب الشرعي انهم ما يقولوش الحقيقة بتاعت موت البنتين. لكن الدكتورة تقول له ان البنتين اتعرضوا لاغتصاب جماعي لفترة طويلة وبعد كده اتشنقوا. وبيروح الضابط لاهالي الضحايا ويقول لهم مش قلتلكوا تختفوا كام يوم، وعشان ما سمعتوش كلامي انا هلبسكم القضية. وبعد كده بيطلع تصريح لدفن البنتين، وبعد الجنازة بيتم القبض على اهالي الضحايا. في الوقت ده بيحقق ايان مع الضباط يقول لهم ان الناس اللي في القرية مش عاجبهم اللي حصل في قضية موت البنتين. وبيجي الضابط اللي كان بيهدد الاهالي يقول لايان ان القضيه اتقفلت خلاص متتعبش نفسك. لكن ايان بيقول له ان عايز يشوف واحد اسمه انشو. وبيرد عليه الضابط يقول له ان لو انشو متورط في الجريمه مش هنقدر نعمل له اي حاجه، ده الذكر المهيمن في القريه والحكومه كلها بتسمع كلامه وبتخاف منه. لكن ايان مصمم انه يروح يقابله، وفي طريقه بتطلع له بنت تترجاه انه يلاقي البنت المفقودة وبتديله صورة ليها عشان يدور كويس. وبعد كل الزحمة دي كلها ايان بيكتشف ان لسه صاحبه ساتندرا لسه مختفي، فبيبدأ ايان يدور عليها هو كمان. وفي طريقه بيروح المستشفى يحقق مع الدكاترة اللي شرحت جثث البنات. فالدكتورة بتعترف ان الجريمة ما كانتش دفاع عن الشرف زي ما بيقولوا، اللي حصل فيهم ده كان اغتصاب جماعي. وبتقول له ايه فايدة الكلام ده دلوقتي بعد ما القضية اتقفلت. بيرد ايان عليها انه هياخد حق البنات دي. وبيروح ايان يحاول يدور على البنت التالتة، وبعد بحث كتير بيلاقي الشبشب بتاعها. في الوقت ده أهل القرية بيعبروا عن استيائهم بأنهم ما يشتغلوش ويرموا الزبالة قدام الأماكن الحكومية، وبيعملوا احتجاج كمان. إيان بيرن على حبيبته ويقول لهم إن البنات تم اغتصابهم بالفعل وانت كان عندك حق. وبعدين إيان بيطبع ورق عليه المادة رقم 15 في القانون الهندي إن كل الناس شبه بعض ومفيش اختلاف ولا يمكن التفريق بينهم لأي سبب إذا كان شكلهم أو سلطتهم. وبيكمل إيان تحقيق في القضية باستجواب عدد من أهل القرية. وبيقرر إيان إنه يوسع نطاق البحث ويدور كمان في الغابة لكن بدون أي فايدة. وبعدين بيوصل لأنشو ويعرف إن هو مقاول كبير، ويحقق معاه ويقول له أنا عرفت إنك ضربت البنات قبل ما يختفوا. فبيرد عليه أنشو ويقول له حصل فعلا عشان كانوا عايزين زيادة في المرتب. وبعدين إيان بيسأله كنت فين من 6 ل7 وقت الحادثة. بيرد عليه يقول له من البيت للشغل ومن الشغل للبيت والله يا صاحبي، وكل يوم صحابي بيجوا البيت نسهر مع بعض بالليل. عشان ايان ما ياخدش منه ولا حق ولا باطل، فبيخرج ايان وهو متعصب ويروح للدكتور عشان تكشف على المقاول انشو.
وتاخد منه عينة عشان يطبقوا الحمض النووي بتاعه مع الحمض النووي اللي كان على الجثتين. وكمان بيسرب أخبار للصحافة إن أنشو مشتبه فيه وإن في ناس تقيلة وراه، وبيقول لحبيبته أديلي إنها تكتب مقالة وتنشرها في الصحافة في المدينة عشان تبقى قضية رأي عام. وتاني يوم دكتورة الطب الشرعي بترن عليه تقول له إن الحمض النووي مطابق وإن أنشو هو اللي اغتصب البنات، فبيقول لها بعتيلي التقارير على التليفون لحد ما نتقابل. وبيروح عيان لميشيل زعيم الاحتجاج يقول له وقف احتجاج ويرجع العمال للشغل تاني عشان هيحتاجهم في البحث عن البنت. لكن ميشيل بيقول له انه مش هيوقف احتجاج لكن هيساعدك انك تخش المستنقع تدور هناك. وبعدين بيروح عيان ورجالته عشان يقبضوا على المقاول، لكن للاسف مش بيلاقوه في البيت بتاعه. وبياخد باله من اتوبيس اصفر مركون عند البيت، فبيقرر يطلع يفتشه ويشوف اي دليل. وبعدين بيروح المدرسة عشان يدور على اي دليل هناك، وبيلاقي اوضة مقفولة. بيدي الامر لرجالته انهم يكسروا الاوضة، وبيخش يكتشف ان دي الاوضة اللي تم فيها الاغتصاب، وبيلاقي حبال وشعر مرمي على الارض. وبياخد ايان رجالته عشان يدوروا في المستنقع. وفي الوقت ده بيروح الضابط الفاسد للمقاول ويقتله عشان ما يعترفش عليه ولا على الضباط الفاسدين ولا يدي اي دليل. وعلشان الامور تزيد سوء بيروح ايان المكتب بتاعه، بيلاقي المفوض من المكتب الرئيسي اسمه بانكير بيقول لأيان انت جاي تعمل قلبان في القرية ولا ايه في القرية. وعلشان الامور تزيد سوء ايان بيروح المكتب يلاقي مفوض من المكتب الرئيسي اسمه بانكير بيقول لايان انت جاي تعمل قلبان في القريه ولا ايه، سيبك من القضيه دي خالص وما تحققش فيها تاني. وبيخرج ايان ويقدر يوصل لمكان صاحبه ساتيندرا، وبيساله انت كنت فين وكنت مختفي فين ده كله. فبيرد عليه ساتيندرا يقول له انه كان موجود في بيت انشو وقت الحادثه، وانه شاف الاغتصاب الجماعي واللي كان متورط فيها انشو واتنين من الضباط في الاسم. وبيروح ايان ويعرف واحد من الضباط دول ويحقق معاه، ويرد على الضابط يقول له ان كان سكران وما كانش عارف هو بيعمل ايه. فبيساله ايان عن مكان البنت التالتة، فبيرد على الضابط يقول له معرفش، ويجري يرمي نفسه قدام العربيه ويموت. فبيدي ايان الامر بالقبض على الضابط الفاسد، وبيروح على البيت عشان يستريح يخش يلاقي حبيبته اديلي مستنياه عشان تساعده في حل القضيه. وفي نفس الليله الناس التقيله اللي كانت بتساعد انشو بيخلوا البوليس يقبض على نشاد زعيم الاحتجاج، وكمان بيخلوا اهل البنت يعترفوا على نفسهم، وكمان بيعملوا مؤتمر عشان يغلوش على كل حاجه وكأن مفيش اي حاجه حصلت من الاساس. والانيل من ده كله انهم بيستدعوا ايان عشان يتحقق معاه، لكن ايان كان راجل مش خايف من حد، وقال في التحقيق ان البنات كان غرضهم زياده في المرتب، ولما طالبوا بحقهم تم اغتصابهم غصب عنهم وقتلهم وشنقهم على شجره. وبيكمل ايان يقول ان معاه ادله وهي أدوات الجريمة، وهقدم الأدلة للمحكمة وهدور على البنت المفقودة مهما حصل حتى لو توقفت عن العمل راجل يا. وبيروح أيان يكمل بحث عنها في المستنقع، وبعد ساعات من البحث بيلاقي فردة الشبشب التانية، وبيكمل عشان يلاقي البنت المفقودة وينقذها للمستشفى. ولما فاقت اعترفت على كل حاجة وعن اللي اغتصبوها، وتم القبض على الضابط الفاسد وحكم عليه بالإعدام، وكمان تم الإفراج عن الأهالي. بس خلاص. وبكده بينتهي فيلمنا، بس لازم نعرف ان التعامل بعنصرية هو اسوأ انواع التعامل، ولازم نفهم ونعرف ان كلنا سواء، محدش فينا احسن من حد، لا اللون ولا الفلوس ولا الشكل بيحدد اللي جوانا. اتمنى يكون الفيلم عجبكم وشكرا لحسن استماعكم. سلام. وعن جاتو أما